كل مرة تشوف حصان عربي بتحس بالعزة، صح؟ السر مش في الحصان، السر في الروح اللي جواه. قيادة بروح الفارس. معاكم إيفيلين فاروق، ويلا بينا نشوف أول حاجة هنتعلمها من الحصان العربي. كيف علمني الحصان العربي أن أكون قوية دون أن أجرح أحداً؟ عندما تنظر إلى الحصان العربي لا ترى فقط جمالاً في ملامحه، بل ترى قصة نبل وقوة تحمل لا تقهر. الحصان لا يستخدم قوته ليؤذي، بل ليحمي. في كل خطوة يخطونها تعلمت منه أن القوة الحقيقية تكمن في الثبات، في الصبر، وفي القلب الطيب. هو لا يهدر طاقته مع كل تحد، بل يحفظها ليوم الحاجة ويصبر على الصعاب. في عالمنا اليوم هذه الدروس ليست فقط للخيل، بل لكل إنسان يريد أن يكون قوياً بحكمة، أن يكون نبيلاً بلا عنف، أن يكون قائداً دون قسوة. هذا هو سر الحصان العربي الأصيل، أن القوة لا تعني القسوة، بل الرحمة والشموخ. شارك رأيك، وهل تعلمت شيئاً جديداً من الحصان العربي؟ أحب تكون من عائلتي الجميلة في قناتي. افتكر تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. علشان في كل قصة هتلاقي طاقة ودروس من الخيل هتغير نظرتك لنفسك ولحياتك.